السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد في الدراما المصرية وجميع الدرامات العربية إن شاء الله. طبعا النهاردة الحلقة العاشرة من مسلسل المداح، وطبعا زي ما انتم شايفين كده هي خلصت. هو في الدار، وطبعا بيطلع الجن من على البنت. فطبعا بدأ يقرأ عليها، فهي راحت طايرة عليه من فوق. في طيرتها عليها هتيجي في حضنه. ماشي، هيبدأ يمسكها ويبدأ يقرأ قرآن. ماشي، هيبدأ يقرأ قرآن لحد ما هي تبدأ تفوق. لحد ما تبدأ تفوق زي ما انتم شايفين كده قدامكم. طبعا هو حاليا دلوقتي بيقرأ عليها، وبعدين البت هتبدأ ايه تفوق شوية. وبعدين هيقول له الأستاذ كريم شيلها ودها على السرير. هيبدأ يوديها على السرير، ويفضل طبعا ايه المشهد يتقلب. هيجي غلاب بينادي على منال، بيقول له تعالى يكلم اللي الدكتور سميح. طبعا المشهد ده هيتحول ان هم كلهم عمال يحوروا عليها، ان هم يوصلوها ان رحاب هي اللي عايزه تقتلها، وكمان هي اللي فرقت بينها وبين حسن. وفضل يقول لها ما ايه ما فكرتيش ايش اللي خلاكم اضطربتوا انتوا وحسن، وانتوا كنتوا زي السمنه على العسل. كله ده بيحط في دماغها ان هي اختها هي اللي عملت كده. المهم المشهد اتقلب عليه في مؤسسه الرحمه. ماشي، طبعا اللي حاليا دلوقتي الأستاذ كريم هيدخله عند المراية. تمام، ويبدأ إيه يقرأ في المراية. هيظهر حاجات قدامه المراية دلوقتي. أول ما يحط إيده عليها هيبدأ إيه النور يطفي ويقطع، ويبدأ الأستاذ كريم يبدأ إيه يصوت. يبدأ يصوت ويمسك دماغه. فالمداح هيجري عليه ويمسكه ويحط النقطة تحت الحنفية. وبعد كده يطلع يبدأ يطلعه فوق بره، ويقول له ايش اللي حصل لده، ايش اللي حصل لده. المهم هيبص مرة واحدة كده يبقى ليه اللي هي الدادة دي بصلهم بتصنط عليهم من فوق. أول ما يشوفها هتبقى نازلة عليهم. هتقول لها خلاص، هتقول له خلاص هي نامت دلوقتي، دخلتها ونامت. وبعد كده المداح هيبدأ يسيبهم وهيمشي. تمام، المشهد هيتقلب على رحاب في المستشفى طبعا، ومنال معاها. طبعا منال هتبدأ ايه تفتكر الحوارات اللي حصلت ساعة ما كانوا واقفين هم وابوها غلاب وسميح. هما بيقولها هي السبب في كل حاجة وبتأذيكي وعايزة تموتك وهي اللي طلقتك. بتيجي في دماغها حاليا دلوقتي تلاقي الحاجات اللي كانوا بيقولها لها. هتبدأ عايزة تخنقها، تحط ايديها انها تخنقها. وبعدين المرة دي هتدخل هتروح ايه طبعا هي عايشة ايديها من على رقبتها. وبعد كده هتبدأ تخش أم المداح، تبدأ برضو ايه تحرض فيها ومفكرتيش ومعملتيش. وبعدين انا اقول لها انت يعني انت عاوزة نعمل ايش بالظبط. هتقول لها هو انت بتهلك ان انا عاوزك تأذي منال؟ لا. المهم منال هتبدأ تسيبها تقول لي هروح وباجي لها تاني، وهسيبهم وتمشي. طبعا المشهد هيتقلب على مؤسسة الرحمة تاني. هتيجي اللي هي مديرة هتقول ليه مين اللي ده طلع دخل البتاع بالليل، مين اللي دخل بالليل. هيقول له مش حد دخل. قالت له انا عرفت والعيال قالوا في شيخ جه هنا. المهم ايه قالت الاستاذ كريم هو لقى الشيخ اللي كان معاك. قال لها طب أنا هقول لك بس ايه خلينا لوحدنا. المهم طلعوا وقال لها هو وقرأ عليها. قالت له وانت بتصدق في الحاجات دي ان انت استاذ كبير بتصدق في الكلام الفاضي ده؟ انا هكلم المؤسسة يبعتوا لنا دكتور نفساني ليها. والمهم هيطلع وهيتقلب المشهد على تاج. وهي بتطلب من ايه منه ان هو يقف جنب صابر، عشان هي مش مطلوب منها ان هي تقف جنب صابر الايام دي. المهم المشهد ده ايه هيتقلب، وهيجي مداح وهو بيكلم مين؟ بيكلم الشيخ صالح. والشيخ صالح بيقول له انت فين حاليا دلوقتي؟ بيقول له انا حاليا دلوقتي في مكان بقى في بنت صغيرة بس كده هعالجها. قال له ربنا معاك. وهو بيكلمه
سمع حاجة هيطلع يشوفها دلوقتي. هو يقفل معاه دلوقتي ويطلع. لايك يا جماعة بعد اذنكم، لايك. المهم هيلقى ايه؟ دليلة. هتقول له السر في المراية، السر في المراية. المهم هيطلع، هيركب ويروح هناك. هيلاقي الأستاذ كريم قدام المؤسسة. المهم هيقول له أنا عاوز أشوف، تدخلني أشوف المقالات. هيقول له طبعا ما ينفعش، إن هي المديرة عرفت وطلبت إن الدكتور نفساني المصري. قال لها وأنت بتقلق إن هي تعبانة؟ قال له أنا المصيبة إن أنا عارف، بس ما ينفعش برضه ما أعرفش أساعدك. المهم المداح هيبدأ يحضر إيه؟ موت. قال له أنا عايز أدخل المؤسسة. ماشي. وبعد كده موت. المشهد يتقلب. ايه اللي هيحصل؟ هيجي العيال في الدار اللي ايه بتاع سميح، العيال الصغيرة. وطبعا هيجي سميح وهو بيغني لهم أغنية ولابس بلياتشو، أغنية أطفال. هيبدأ يغني لهم زي ما انتوا شايفين كده. لايك يا جماعة، لايك بعد إذن حضراتكم لحد المشهد ده ما يخلص. والمشهد ده كله أغنية بتاع أطفال. وبعد كده هندخل على المشهد اللي بعد كده يا جماعة. بس لايك واشتراك وتفعيل الجرس بعد إذن حضراتكم عشان تشوفوا كل جديد معايا الأيام الجاية. المشهد طبعا هيتقلب في مؤسسة الرحمة برضو. موت. هيدخلوا حاليا دلوقتي ايه، قبل ما يدخلوا هي المديرة هنا بايتة هناك دلوقتي عشان ما ايه اللي حصل ما يحصلش تاني. وهتبدأ ايه تدور تشوف العيال وتطلع. وطلعت فوق. المهم ايه ظهور المداح دلوقتي وايه وموت، بس هم ما شافهمش. موت خلاها ما ايه مفيش حد يشوفه. هم دخلوا الحمام جوه. ماشي. وبدأ ايه يبص في المراية وقال لموت شوف لي ايه اللي في المراية دي. المهم ايه موت هيوريله ان البت واقفة جواها وماسكة سكينة. وبعدين ايه هيقول له ده هي مطلوب منها انها تموت حد. هيقول له ايه ده مين عايزة تموت مين؟ قال له معرفش، هي اللي تقول لك. المهم المشهد هيتقلب على رحاب. وواجه الدكتور سميح جايب بوكيه ورد رايح يزورها. وبعدين يقول لها هي لسه ما فاقتش المرة دي. المرة تقول له لسه. طبعا هي المرة دي مش عارف بتعمل ايه كده. هيبدأ ايه هو يقومها بإيده زي ما بيعمل كده. هتروح مفتحة. المرة تقول لك ايه هتبص تلاقيها فتحت تقول لك الخير على القدوم اللي ايه. المهم ايه السم لما تطلع يقول لك هروح نادي الدكتور. هيبدأ برضه ايه يحور عليها. ده منال كان هي اللي هتموتك ولازم تخلصي منها ومش عارف ايه. وفضل ايه كل الحوار ده عشان ايه يخليها تموت اختها. وبرضه هو بيحرش في ايه منال من الناحية التاني. شغل شيطاني كده. وبعدين هيسيبها هينامها زي ما هي ويسيبها ويطلع. هتقلب على المؤسسة تاني. هو موت ظهر. وبعدين يقول له فين البنت؟ ايه هيخلي البنت هتيجي دلوقتي هتدخل. بعد كده هيبدأ المداح يكلمها وشوفش يا حبيبتي مش عارف ايه معاها. معنيها حاليا دلوقتي هتتقلب. وهيبص يلقى آه طفل تاني في المراية غيرها هي. طفل تاني في المراية لابس أبيض غيرها هي زي ما انتم شايفين كده. هتشوفوا حاليا دلوقتي طفل هيظهر في المراية. طبعا كل ده موت معاهم. اهو ماسك سكينة. الطفل ده نعرفه اخر ما هو الطفل ده مين في اخر المسلسل. اخر الايه ملخص هعرفكم ده مين بالظبط ما هو الطفل ده. المهم ايه هيفضل المداح يبص ويبص البنت. وبعدين المديرة هتيجي ايه تفضل تخبط على الحمام عليها. المهم ايه مش حد هيفتح لها. هتخلي الغفير يكسر الباب. هيدخل هتلقى البت واقفة قدام المراية. وطبعا موت خلى المداح اختفى معاه.
فتبدأ تقول لها اوعى تخش تاني لوحديكي، انا لما كنت ده معاكي. وبعدين هي هتطلعها فوق وهتبص هي تقدر تتلفت. وبعدين المشهد هيتقلب ان المداح ظهر في الماء في مكتب الاستاذ كريم. هيبص يلقى الصورة بتاع الواد الصغير على المكتب بتاع الاستاذ كريم، الصورة دي. ماشي، هيخش الاستاذ كريم، انت دخلت ازاي؟ قال له استنى، الصورة دي بتاع مين؟ عايزك تعرفني الصورة دي بتاع مين، اللي هو الواد ده اللي كان في المراية. الاستاذ كريم يقول له ده انا وانا صغير. وطبعا هتخلص على المشهد ده.